رسائل ربانية كانت مبعوثة لنا عن طريق القطط وعن طريق الكلاب، ما خدناش بالنا منها إطلاقا. الرسائل دي موجودة وكانت موجهة لينا هنا في مصر بالذات، عشان الناس اللي كانت بتاخد القطط وتحرقها، علشان الناس اللي كانت بتحط للقطط أكل فيه سم، عشان الناس اللي كانت بتاخد القطط وتخلي العيال الصغيرة تشنقها وتلعب بيها. ربنا سلط علينا عقارب وتعابين عشان الناس اللي كانت بتسم الكلاب في وضح النهار تنبسط. وزارة الصحة والحكومة بتناشد المواطنين الموجودين اللي عندهم الهجوم، خصوصا في حلوان وفي التجمع وفي مايو وفي الاماكن ديت، انهم يقفلوا بيبان الشقق بتاعتهم كويس جدا، ويقفلوا الشبابيك بتاعتهم كويس جدا، ويسدوا اي اخرام موجوده عندهم. طبعا مش الكلام ده، مش عموما الكلام ده في مصر عموما، مش في الاماكن ديت بس، خصوصا عند الناس اللي كانت بتسم الكلاب. ربنا بعت لها اللي يسمها. سميت كلب او قطه، ربنا يبعت لك اللي هيخلص فيك وهتتسم. زي ما سميت حيوان ما يدراش بأي شيء وما أذكش في أي حاجة، ربنا بعت لك اللي هيسمك. الحيوان ده اللي انت فاكره ما كانش ليه اي قيمه، ليه قيمه وانت عرفت قيمته دلوقتي. ربنا كان بعته عشان يخلصك من القوارض الصغيره، الفيران والتعابين وكل حاجه مش كويسه. ربنا ما بيسيبش حق حد.